السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من برنامج تدويزة. الموضوع ديال اليوم هو حب الشباب واللي كيشكل مشكل المراهقين وبالاخص بالنسبه للاناث. الجلد كاين غدد اللي كدير افرازات دهنيه اللي هي لي غلوند سيباسي اللي كتفرز السيبوم اللي كيرطب البشره وكيحميها من بعض الميكروبات. هاد الغدد كتكون في الجسم في منطقه الوجه، الصدر، الكتاف والظهر، وكتخدم في وجود بعض الهرمونات بحال الاندروجين اللي كيكون ابتداء من سن البلوغ. كتصيب المراهقين بنسبه 90% وكاين اللي تقدر تستمر معاه حتى من بعد 40 سنه. بالنسبه للاسباب فبزاف ديال الدراسات دارت وبينات ان التغذيه بصفه عامه ما عندها حتى سبب مباشر على حب الشباب، وانما يقدر يكون عندها دور في التخفيف او التاثير عليه. من الاسباب يقدر يكون وراثي او ملي كيتعرضوا لشد عصبي او اختلال في الهرمونات. شنو كيوقع؟ القناه اللي كدير الافراز كتسد وكتكون عليها بعض البكتيريا وكدير راس وكتلتهب. هذا الانسداد ديال القناه يقدر يكون على السطح ديال الجلد حيت كتكون معرضه للهواء وكتوقع اكسده، كيتحول اللون الاسود واللي غيدير الرؤوس السوداء، او يقدر يكون داخل الجلد حيت كيكون معزول عن الهواء، وهذا الشيء اللي كيعطي ما يسمى الرؤوس البيضاء. حب الشباب في حاله ما تعالجش بالطريقه الصحيحه او الالتهاب وصل للطبقه الداخليه ديال الجلد، او ملي كدير الحبه قشره وكيحيدها المريض الراسو اللي هاد الحاله اكثر انتشار، فراه كتخلي عواقب بحال الحفاري ديال الجلد اللي غيخصها حلقه بوحدها. الكشف كيكون عند طبيب عام او ديرماتولوج وما كتحتاج حتى تحليله غير في حاله وجود حب الشباب عند المراه، حيت خاص تحليله ديال الدم وليكوغرافي ديال المبيض باش يبين السبب ديال هذا الافراز المفرط. بالنسبه للعلاج فكيتعلق بالنوع ديال حب الشباب والدرجه ديالو. اول حاجه الغسيل اليومي ديال الوجه واستعمال الصابون العادي مع استعمال الكريمات اللي تكون ملائمه للبشره واللي غتقلل من الافراز ديال السيبوم، المنتجات اللي كتحتوي على الفيتامين A ومضادات الالتهاب والمضادات الحيويه. ولا عجبتك الفيديو ما تنساش تخلي لايك ودير سبسكرايب في القناه باش يوصلك الجديد.